تستمر الحلقات بالإثارة بالرغم من حدوث بعض الأشياء التي تجعل الجمهور مستاءً بعض الشيء، ولكن أحد أسرار ارتفاع المشاهدات للمسلسل وتصنيفه رقم 1 هو أن كل التوقعات بالتأكيد لن تتحقق بسهولة، ومع ذلك سنواصل بالطبع توجيه انتقاداتنا. في البداية سنتكلم على أن دخول سيران للقصر كان بمثابة شراء سلعة تقريبًا، والآن تم إخراجها من القصر بنفس الطريقة كأنها سلعة أيضًا. عندما طلب منها هاليس آغا التوقيع على ورقة الطلاق، تحدث معها بطريقة سيئة جعلتها توقع حتى لو لم ترغب بذلك. لم يكن لديها ما يمكن فعله بعد الكلمات الجارحة لهاليس آغا، ومع ذلك لا يزال فريد غير مدرك تمامًا لما تمر به سيران ومقدار الضرب الذي تتعرض له من قبل والدها، وهو لا يعلم بأنه بعد التوقيع على ورقة الطلاق قد دفع سيران رسميًا نحو طارق. ماذا سيفعل كاظم آغا؟ عندما التقى كاظم بزيرين كانت قد أقنعته بأنه سيحصل على النفقة إذا تطلقت سيران، لكن الورقة التي وقعتها سيران فيها بنود تنص على أنها لن تأخذ أي شيء. بالطبع نحن نعلم أن سيران لن تتأثر بهذا، وقد وقعت على الورقة بأريحية، لكن من المحتمل أن يغضب كاظم آغا من هذا العقد. من هي المرأة التي دخل إليها طارق؟ في البداية لقد بدأ الممثل باران بولوكباتشي الذي لعب شخصية طارق بالمشاركة في فريق التمثيل الرئيسي وليس كممثل ضيف، لذلك ستكون شخصية طارق معنا في المسلسل لفترة طويلة. لهذا السبب لم نرى الكثير حول ما يمكن أن يفعله شخصية طارق في الوقت الحالي، ومع ذلك فإن المرأة التي نراها في غرفة طارق هي على الأرجح زوجته السابقة أو المرأة التي يحبها. بعبارة أخرى، مهما كان الأمر الذي يمر به طارق مع هذه المرأة، فمن المحتمل أن تكون المرأة مشلولة ولا تزال مقيدة بالسرير. لهذا السبب يمكنك أن تفهم ما هي شخصية طارق المختلة والمريضة. في الواقع المرأة التي احتجزت في القبو لأنها رأت تلك المرأة قالت لن أقول أي شيء لأحد فقط دعني أذهب. هذا يؤكد لنا مدى تمادي شخصية طارق المريض. بالنسبة لسيران رأيناها في الإعلان بجانب طارق. بالفعل ستبدأ كوابيس سيران حالياً. رأينا فريد يحاول إقناعها بارتداء الخاتم مرة أخرى، ومع ذلك لم تستجب سيران لإصرار فريد بالرغم من جهوده. هي بالطبع ليست سعيدة لوجودها مع طارق، ومع ذلك فإن الإهانات التي وجهها هاليس آغا وإجبارها على الطلاق ووجود فريد مع آخرين بالرغم من أنه زوجها والإجراءات التي تصل إلى حد العنف ضدها، يبدو أن كل هذا جعلها تتخذ شخصية انتقامية. بعبارة أخرى، لا تشعر سيران بالأسف على نفسها مع طارق لأنها تدرك أنه معتد. فالمسألة هنا ليست أنها قد شعرت بالإهانة من جراء أن فريد رفع يده عليها، بل لأنها تغاضت عن أخطائه حتى وصلت إلى تلك المرحلة. ما هي خطة بيلو وزيرين؟ بعدما تمكنت إفكات بالتعاون مع زيرين من إبعاد سيران عن القصر، بدأوا في التخطيط لأشياء جديدة. في البداية الصحفي تايلاند الذي يجتمع حالياً مع بيلو وزيرين سيكون جزءاً من خطة مختلفة تماماً. إذا ما هي هذه الخطة؟ نحن نعلم أن سيران حالياً مع طارق ويحاولان الزواج، بذلك ليقدم خبراً جديداً عن سيران، ومن المحتمل أن ينزل الخبر بصيغة أن فريد يحب بيلين بالفعل، وأنه أجبر على الزواج من سيران تحت ضغط من العائلة، وأن سيران كانت مع فريد من أجل أمواله، وفي الوقت نفسه سيحاولان تشويه صورة سيران بإمساكها مع طارق واتهامها بخيانة فريد قبل صدور حكم الطلاق. بمعنى آخر سيتم الافتراء على سيران كثيراً. زيرين أخبرت بيلو أنه ليس مهماً أن يحبك فريد، المهم أن يعتقد أنه يحبك. إذا كان كل من حوله يؤمن بذلك فإن فريد يؤمن به أيضاً. بعبارة أخرى، مع هذه الأخبار سيتم فتح طريقة لوجود فريد مع بيلو. على أي حال فإن رفض سيران لفريد في ساحة السيارات سيؤدي إلى ارتكاب فريد لخطأ مرة أخرى، لذلك قال فريد علانية أنه سيكون مع بيلو، ومع ذلك ستسقط جميع الخطط التي وضعتها إفكات وزيرين بالتأكيد، وسيتم فهم حقيقة كل شيء. سنستمر في نشر مقاطع فيديو وتحليلات جديدة. كونوا في الموعد.